إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المشاهدين والمشاهدات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومن ضمن لقاء قناة شبكة السلام الفضائية، ومن خلالها يطيب لنا ويسعدنا أن نرحب بكم في هذا اليوم الطيب المبارك يوم الجمعة، ومع برامج قضايا أريتريا. نرحب بضيف البرامج فضيلة الشيخ حسن. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا، مرحبا بكم بالمشاهدين. نحن في رمضان، ورمضان شهر القرآن الكريم، منه نتعلم مختلف قضايا تعنينا في جوانب عقيدتنا، وكذلك في غرس هذه القيم في الأبناء. التربية الروحية للأبناء مهمة حتى تكون نشأة هذا الأبناء على ما يرضي الله عز وجل. في محاور متعددة إن شاء الله لقاؤنا هذا كيف تورث هذه التربية الروحية من خلال غرس العقيدة، ومن خلال غرس الأخلاق، ومن خلال أيضا أهمية القدوة الحسنة في هذه التربية والسلوك، أيضا التحذير من الصحبة السيئة. هذه المحاور وغيرها إن شاء الله تعالى نأخذها من خلال توجيهات القرآن، ومن خلال ما نتعلمه من قيم تؤسس لهذه القضايا الكبرى في التربية الروحية. البادئ غرس العقيدة الصحيحة والإيمان بالله عز وجل. ومن ضمن الآيات التي تؤكد هذا المعنى قوله عز وجل: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. نستهل فضيلة الشيخ حديثنا من خلال هذه الآية وما يتعلق بأهمية غرس العقيدة في الأبناء، فتفضلوا مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أولا نهنئ المسلمين عموما بدخولنا في العشر الأواخر، هذه العشر التي تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم وبشر فيها بالكثير من المبشرات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين المستمعين والمستمعات إلى أن يكونوا إن شاء الله من أهل إحياء هذه الليالي، وكذلك ممن يحوز عطاءات وهبات الله تبارك وتعالى، وممن يدرك إن شاء الله ليلة القدر، فهي خير من 1000 شهر. نسأل الله سبحانه وتعالى أيضا أن نجعلها أيام إن شاء الله لتربية روحية خاصة بنا وكذلك بأبنائنا. هذه لا بد أيضا من الالتفات إلى هذا الجانب. بالنسبة لموضوع غرس العقيدة وغرس الإيمان وأصول هذا الدين ومبناها أصلا على هذه المسألة المركزية، وهي قضية الإيمان بالله تبارك وتعالى، والإيمان بكل ما ورد عن الله عز وجل من أخبار وأنباء وتعاليم وغير ذلك. فالدين كله يكاد يدور حول هذا، ولذلك كان أول كلمة ركز عليها النبي صلى الله عليه وسلم وظل يدعو بها في المرحلة المكية هي: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فلاحظ إنه والله ارتباط الفلاح بهذه الكلمة، ارتباط الفلاح والنجاة والفوز بجنة الله تبارك وتعالى مرتبط بقضية لا إله إلا الله. لكن يبقى السؤال: أي نوع من لا إله إلا الله التي يمكن أن تكون والله هي ساحة النجاة ومحور هذا الحديث الذي يمكن أن يدور إن شاء الله حولها في هذه الحلقة. التوحيد هو رسالة الأنبياء جميعا، رسالة الأنبياء جميعا كلهم تقريبا جاءوا ليقولوا لأقوامهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه تجدها مع نوح، وتجدها مع هود، تجدها مع صالح، مع شعيب، كلهم. ولذلك أيضا لقمان الحكيم، سواء كان نبيا أو كان عبدا صالحا، إلا أن وصاياه تعتبر
أشبه ما يكون بالدليل والنموذج العملي لكيف يمكن للتعامل مع الأبناء، وما هي القيم التي يفترض أن تغرس فيهم من صغرهم، يعني تغرس هذه القيم من الطفولة. ويقال عند التربويين بأن الطفل في المرحلة ما قبل السابعة تستطيع أن تغرس فيه أصول المعاني العقدية والمعاني الإيمانية كلها دون أن يكون هنالك أي مشكلة بالنسبة له. يعني الطفل من 4 سنوات، 4 و5 و6 و7، في هذه الفترة أصول القيم يفترض أن ينالها من والديه، فيربى هنا على القضية المركزية، وهي قضية توحيد الله تبارك وتعالى وعدم الإشراك به. وهذا طبعا مبني أصلا على مسألة الإيمان بوجوده والإيمان بأسمائه والإيمان بصفاته والإيمان به جل جلاله بأنه رب هذا الكون، مليك هذا الكون، قهار وجبار هذا الكون. فالله سبحانه وتعالى عندما تتعامل معه بهذا الشكل مباشرة لا يقبل منك الله تبارك وتعالى أن تجعل معه ندا، لأنه ليس له ند. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فإذا لا ند له ولا شبيه له ولا نظير له، ولا يشرك في حكمه أحد، ولا يقبل هذه الشراكة. فأول مسألة يجب أن تكون الصورة الصحيحة للتصور عن الإله، ثم التعامل الصحيح مع الإله من خلال توحيد الله تبارك وتعالى، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة. لماذا؟ ستلاحظ يمكن ركزنا فيها كثير في برامجنا الرمضانية أن العبادة والمطالبة بها مبنية على فكرة الخالقية. يعني بما أن الله هو الخالق يجب أن يكون المعبود. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، وهكذا. تلاحظ أن الله يطالبك بالعبادة ويبين لك ليش العبادة، لأن الله هو الخالق في هذا الوجود. ولذلك الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات يركز على ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق. ففكرة الخلق وفكرة العبودية مسألة أساسية جدا. فأول ما يربى عليه الطفل هو أن يعلم أول شيء حق الله تبارك وتعالى، ثم تأتي بعد ذلك الآيات لتعلمه حق الوالدين، وهما أعظم حقان بدأت بهم الرسالات. يعني لو جينا لرسالة نوح عليه السلام تلقى الأساسيات فيها حق الله اللي هو التوحيد، وحق الوالدين وهو البر بهما والإحسان إليهما. بدت من هنا منظومة القيم، بعدها تتسلسل وتضاف مع كل ما تطورت البشرية. لكن ابتداء حق الله دائرته هو التوحيد. وهنا نلاحظ نذكر ونحن نتكلم عن حق الله تبارك وتعالى اللي هو حق الله على عباده، نتذكر حديث معاذ رضي الله عنه عندما كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له المعصوم عليه الصلاة والسلام: أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فالمسألة سبحان الله مرتبطة ارتباط كامل، ارتباط كبير، وهو أنت تقوم بحق الله عز وجل، وفي نفس الوقت تقوم بحق الخلق، وأعظم حق للخلق هو بر الوالدين كما ذكرنا. فإذا أول ما بادر به لقمان الحكيم هو غرس قيمة التوحيد. الأمور الأخرى إذا لم تتوفر هذه القيمة صعبة جدا أن تكون تبلغ على الأقل كمالها، لأنه حتى لو الولد من غير الإيمان بالله تفاعل مع والديه وتفاعل معهم بالبر، ستلاحظ بأنها لن تكون بالكمال الذي يريده الله تبارك وتعالى، وهو أنك تفعل ذلك حبا لله وحبا لوالديك ورجاء جنة الله تبارك وتعالى. فهنا ستلقى المسألة فعلا فيها اختلاف. وبالتالي هنا أقول القاعدة الأساسية في هذه الآية هو كيف نربي الأبناء على توحيد الله تبارك وتعالى. وتوحيده يقتضي توحيد الله في ربوبيته، وتوحيد الله في خالقيته، وتوحيد الله في عبادته وألوهيته، وتوحيد الله في أسمائه وصفاته. فالطفل إذا تشبع بهذه المعاني، وخاصة حاولنا أن نعلمه أسماء الله الحسنى وما فيها من عظمة وجلال وجمال، فستلاحظ أن الطفل يكبر وهو معظم الله ومقدر الله تبارك وتعالى. بارك الله فيكم. حقيقة أهمية غرس هذه القيمة العظيمة، غرس العقيدة،
يعني كان حاضرا في توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه يقول للغلام وهو غلام صغير: احفظ الله يحفظك. هذا الحديث العظيم. وأيضا نتبعه بأيضا أنه الجارية عندما أتت إليه وقد ربما لطمها من يملكها، فالنبي صلى الله عليه وسلم سألها: أين الله؟ فقالت: الله في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. هنا نريد أن نؤكد شيخنا على أساس أنه بعض المفاهيم أنه هذه القضايا يعني ما يركز عليها، ما تستوعبها ما كذا من بعض اللي ربما المفاهيم فيها تكون قاصرة، لكن التربية النبوية والقرآنية تؤكد يعني هذه المعنى وهذا التأسيس ومنذ الصغر. يعني لعله لو أكد على هذا أيضا يكون من الضرورة. أحسنت. هذه من أفضل النماذج سبحان الله التربوية. نعم. تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأطفال. يا سلام. تعامله مع الأطفال، فيكون معه عبد الله بن عباس يقول له: يا غلام، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. لاحظ هذه كل الآن معاني إيش؟ معاني عقدية. كيف نربي هذا الطفل على تعظيم الله؟ نعم. سبحان الله. آثار هذه التربية اللي هو تعظيم الله وتقدير الله وإجلال الله تبارك وتعالى، أثره بعد ذلك في سائر حياته، ولن يكون خوارا ولن يكون جبانا ولن يخشى إلا الله ولن تضره الحياة، لا، بما أنه عززت في هذه القيمة. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، وفيها تقابلات، إن والله إذا حفظت الله حفظت حدود الله، حفظت أوامر الله، ما اقتحمت نواهيه، يحفظك الله تبارك وتعالى، يحفظك في الدنيا ويحفظك في الآخرة. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. يعني حيثما تولي وجهك فالله تجاهك ما دمت أنت تجاهه جل جلاله. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد، إذا سألت فاسأل الله. وهذه مسألة مهمة جدا في التوحيد، اللي ما يسمى بتوحيد الدعاء، أنك لا تشرك مع الله في دعائك أحد. وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. هذه الاستجابة لله تبارك وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. فلتكن الاستجابة بالدعوة والدعاء لله تبارك وتعالى. فأول قضية ركز فيها أنه عرفه بالله تبارك وتعالى وأهمية تعظيم الله عز وجل وتعظيم أمره، ثم قال له: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. والإنسان سبحان الله في حياته بحاجة إلى أن يكون يستند إلى قوة، فالله تبارك وتعالى ما أرادنا أن نستند إلى أي قوة سواه، وبين لنا بأنكم فقراء. هذه كلمة فقراء مش في المال فقط، أنت فقير إلى الله في كل شيء، فقير إلى الله في العون، فقير إلى الله في التوكل، فقير إلى الله سبحانه وتعالى في الحاجيات، فقير إلى الله في أن يعينك ويقويك. إذا سألت فاسأل الله. وما أعظم سبحان الله أن نعلم أبناءنا أن يدعو الله تبارك وتعالى. يعني دائما حتى إذا جاءك حاول قل له: والله يا أخي ادعو الله سبحانه وتعالى، يلجأ إلى الله تبارك وتعالى. فهذه المسألة مهمة جدا في تربية الأولاد. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم، وهذه مسألة مهمة جدا، قضية القضاء والقدر. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وإذا اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لا يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذا لاحظ هذا الحديث العظيم هو نموذج نبوي كيف يتربى هذا الطفل، وكيف يعني يعلم أصول التوحيد. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل في إشكالات كما يتصور الناس، لا، هي قضية عقدية يتربى عليها الطفل وهو صغير، يعرف بربه، يعرف بخالقه، يجاب على تساؤلاته بقدر الإمكان ما يستوعبها عقله، وتتدرج به إن شاء الله إلى كمالات هذا الأمر. ومنها أيضا ما ذكرت عن قضية الجارية، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعتقها مولاها، أهم قضية أراد أن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم هل تعرف ربها، هل تعرف إلهها، هذه المسألة كانت، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا لم يكن والله هذه طريقته في مع الكل، لكن هي حالة من الحالات لا بد أن نلتفت إليها. يعني بعض الناس يكون غافل عن مسألة أنت تنبه إليها، مثلا من ضمنها استشعار علو الله على خلقه، اللي ما يسميها السلف صفة العلو. سبح اسم ربك الأعلى. وسبحان الله من يحاول أن يتوه في هذه القضية ستظل عنده إشكالات كثيرة جدا. النفس البشرية جبلها الله على أن تستشعر الله في العلو،
فعندما تقول له والله يا أخي أنت لا تخوض في هذه، لا تخوض في قضايا العلو، لا تخوض في قضايا الاستواء، لا تخوض في هذه التفاصيل التي لها علاقة مباشرة بالشعور للإنسان. فالإنسان أول ما يرفع يديه يرفع إلى السماء، مسألة فطرية في كل إنسان. فعلى كل هذه من القضايا التي لا بد أن يربى عليها الأطفال ويربى عليها الأبناء ويعلموها ويعلموا الآيات. يعني مثلا لما تحفظه سورة قل هو الله أحد تبين له أن هذه السورة على وجه التحديد تفارق فيها النصارى وتفارق فيها اليهود الذين أخطأوا في تصور الإله، وده مدخل كبير جدا لأن تحميه وتحصنه. هو من البداية يدرك أن الله ليس ثالث ثلاث، خلاص بينه وبين هذه المقولة مفاصلة. حصل ليس مع الذي يقول بأن عزير بن الله أو عيسى بن الله، فتنفي البنوة وتنفي الصاحبة وتنفي الولد، هذه كلها منفية في سورة في سورة قصيرة حقيقة أعتبرها من أعظم سور القرآن، وهي فعلا تعدل ثلث القرآن. ومن قرأها 3 مرات فإن شاء الله يكون له الثواب من حيث الحصول على هذا الأجل، لأنها تتعلق بأعظم مطلوب وهو توحيد الله تبارك وتعالى. بارك الله فيكم. حقيقة غرس هذه العقيدة يعني تكون أحوج ما تكون في واقعنا اليوم حقيقة. يعني الواقع هذا المفتوح على كثير من الفضاءات وكثير أيضا مما يبث مما يخل بقيم هذه العقيدة. فإن حقيقة قرسنا يعني هذه العقيدة من الخوف من الله عز وجل والمراقبة، ويعني أن الله معه، احفظ الله يحفظ كما تفضلتم، أن الله يراك. أي فهذا كله حقيقة مهم. يعني حتى إنه إحنا الآن حقيقة الواقع الموجود الوسائل يعني تبث ما يشكك في العقيدة وما يعني يجعل الإنسان ربما فضلا عن الصغير حتى يعني الشباب وكذا. فهذا أيضا مهم. يعني الآن التربية تتجه حقيقة، يعني أنت ما حتكون مراقب لكن إذا عرف، يعني هذه أيضا لو أشرتم إلى هذه النقاط. نعم. بارك الله فيكم. هو على كل لا بد كما تفضلت من الكليات على الأقل الأساسية. وسبحان الله طريقة القرآن هي أنفع الطرق نعم للتربية. يعني أي شكل من أشكال التربية لن تجده أعظم من التربية القرآنية. كيف تجعل القرآن مركزية في صناعة التصورات، نعم، مركزية في الإجابة على التساؤلات، مركزية في تخلق الإنسان بالأخلاق الفاضلة. ستجد القرآن فيه كل هذه التفاصيل، وبالتالي التربية عليه. يعني مثلا أديك مثال، لما نحن نقول اهدنا الصراط المستقيم، ممكن تقول لطفلك والله ما هو هذا الصراط، وكيف نسلك هذا الصراط، ولماذا نحن نطلب 17 مرة في صلاتنا في الفرائض فقط نطلب من الله أن يهدينا إلى هذا الصراط. ثم تبين له أن والله هذا الصراط معروف ومسمى وموصوف ومذكور. أين أجده يا ولدي في كتاب الله؟ تجده في سورة الأنعام، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. فتلقى المحرمات اللي هي المسمى بالوصايا 10 فيها 9. جميل. توحيد الله، بر الوالدين، ترك الفواحش، قتل الأبناء، قتل الأبناء، التطفيف في الكيل والميزان. 9. قالوا في النهاية إيش قال وأن هذا صراطي مستقيم. فالطفل هنا يكون الصورة معه واضحة. يا ولدي تريد أن تعرف أنك على الصراط أم على غير الصراط؟ لما تتلو هذه الآية تذكر المعاني هذه، تذكر توحيد الله، تذكر بر الوالدين، تذكر ترك الفواحش، تذكر عدم قتل الأطفال، عدم قتل الأولاد خشية الفقر، تذكر عدم التطفيف في المكاييل والموازين وذي العلاقة بالأسواق، تذكر يا بني العهود والمواثيق بينك وبين الناس، بينك وبين الله. لاحظ كله. تذكر يا بني ألا تكون مما يشهد الزور، لا يشهدون الزور. هذه 9. وممكن تضم إليها آية جامعة اللي هي في سورة الأعراف، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذه الآية الجامعة التي ما تركت في كليات الدين، وده المطلوب. يعني لما أقول الأطفال الآن ما مطالب بتفاصيل كثيرة في الأمور. يا ولدي أنت الآن أمامك ألا تقول على الله ما لا تعلم، ومن القول على الله بغير علم أن تنسب إليه أمرا ما قاله، أو أن تفتي في دين الله بما لم يقله الله، أو تنسب إلى الله ما لا يليق به. كل ذلك ما يدخل في يا ولدي إنه يدخل في أن تقول على الله ما، ودي جعلها أعلى حاجة. تصور إنه أعظم من الشرك.
يعني الشرك الذي هو أعظم، الأعظم منه أن تقول على الله بغير علم، تقول على الله بذاته، مثل النصارى الذين قالوا إن الله ثالث إيه؟ قالوا قول لم يقله الله في كتابه ولم يروه النبي صلى الله عليه وسلم، بل جعل ذلك من نواقض أصلا. لكن لما كان سبحان الله الخلل في تصور الإله أعظم من الخلل في الإشراك مع الله، جعله أعظم الذنوب. ولذلك النصارى ذنبهم أكبر من ذنب المشركين في هذه في حيثية التصور. المشرك يتصور الله قد يكون ليس بهذا الشكل، لكن يشرك مع الله، لاحظت؟ أما التصور عند النصارى مختل تماما في الذات الإلهية نفسها. فلما تقول له يا بني أنت مطالب بأن تترك الفواحش وتترك الإثم والبغي والعدوان وانتهاك الأعراض وسرقة الأموال، لاحظت؟ ومطالب أن تترك الإشراك بالله وتتبين له ما هو معنى التوحيد، وتترك أن تقول على الله. تصور الآن وكل من يستمعنا من المشاهدين، لو أننا فقط ربينا أطفالنا على هذه الكليات، وهي من المحكمات للعلم، هذه من المحكمات. جميل. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، يعني هذه الآيات من المحكمات، وهي من آيات الفرقان. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، من آيات الفرقان. فأنت عندما فقط تربي الطفل، سبحان، أنا أقول لو إلى المرحلة إلى عمر 10 سنوات استطعنا أن نغرس في أبنائنا هذه المعاني وربطناها لهم بالصراط الذي يدعون به، تصور عندما يكبر الطفل تظل هذه راسخة فيه، بمعنى هذه الكبائر التي إذا اقتحمتها يا ولدي أنت مهدد بالنار، لاحظت؟ وتربط أيضا تقول له والله إذا التزمت بهذه القضايا الكبرى الله يكفر لك الصغائر، لاحظت؟ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فتربي على هذه المعادلة اللي هي والله يحرص. لذلك أنا أقول أحيانا كثيرا ما نشوش على الأطفال بالتفاصيل وتضيع مننا الكليات، لكن لو مسكنا في الكليات ومسكنا في القضايا الكبرى وحاولنا نميز لهم إن والله القضايا الكبرى هذه أبنائي كبيرة. لذلك الشيخ الألباني عليه رحمة الله كان لا يرى الضرب في غير الصلاة، مثلا حديث الضرب إنه أمرنا أن نعلمهم الصلاة أو نحثهم على الصلاة في 7 أو نأمرهم بالصلاة ل7 ونضربهم عليها ل10. كان يرى لا يضرب إلا في الصلاة. وفيها يقول الحكمة التربوية حتى يدرك هذا الطفل أنه ما ضرب إلا في أمر عظيم. يعني أنت لما تضربه في خطأ صغير، أي نعم، لما تضربه في الكبير لا يلتفت، يقول مسألة واحدة مضروب على أي حال. لكن لما يكون والله تربويا الوالد يلتزم عدم ضرب الولد إلا في إيه؟ في الصلاة. على كل ده نهج تربوي. يمكن بعض الناس يقيس عليها الكبائر الأخرى، إنه في قضايا كبيرة تنبه عليها تضرب عليها، لكن الذي يرى إنه والله إذا أردت أن تعطي حق الله اللي هو موضوع الصلاة رقم 1 فلا يضرب الطفل إلا فيه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما نص على ضرب الطفل إلا في الصلاة. سبحان. فهذه أيضا من القضايا التي حقيقة نحن بحاجة إنه الآباء ينتبهوا إليها، كيف نربيهم على الكليات، نربيهم على القضايا الكبرى، ونبين لهم إن والله هذه القضايا بالنسبة في ديننا هي عبارة عن أصول، هي قواعد كبرى، هي تسمى مخالفتها كبائر. الإشراك بالله كبيرة، عقوق الوالدين كبيرة، الزنا كبيرة، سرقة أموال الناس كبيرة. لما تبين له هذه القضايا الكبرى، أكل أموال اليتامى كبيرة، الربا كبيرة، هذه القضايا الكبيرة لما تكون في صورة الطفل من صغير ينشأ عليها بعد ذلك ويراها فعلا معظمة لأنها رسخت فيه، ثم لما يكبر يعرف تفاصيلها، يعرف التفاصيل ويعرف القضايا الحكمية التي لها علاقة بالأحكام التفصيلية طبيعة الحال. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هناك يعني قضية أيضا ونحن في هذا المحور يمكن نختم هذا الجانب، وهي قضية التلقي كوالدين ويعني غيرهم يعني أيضا. فيعني قد يكون ربما عند الوالدين قصور عقدي، أو ربما أيضا قد يكون يعني في ديانة أخرى مثلا يعني في المجتمع. فماذا يفعل هذا الصغير إذا اهتدي؟ وفي وصايا يعني لقمان إذا التي نحن بصدد الحديث عنها، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم. حول هذا أيضا لو تم يعني يكون نختم به إن شاء الله هذا الجانب المهم في التربية والنشأة والجانب العقدي. نعم. سبحان الله، لقمان بما أنه حكيم وتقتضي الحكمة وضع الشيء في موضعه، ركز في ولده وفي ابنه على أهم قضيتين كبيرتين: قضية توحيد الله، قضية بر الوالدين.
نعم. لاحظ، رأس الحقوق البشرية بر الوالدين، لا يوجد أحد متقدم عليه. سبحان. على والديك لا أحد يتقدم. فالطفل يجب أن يربى على هذين الحقين، حق الله توحيده، حق والديك برهما. طيب، هنا في العلاقة مع الوالدين سواء كانوا معك في التوحيد أو كانوا مخالفين لك، كما تفضلت أنت دخلت الإسلام ووالداك على غير الإسلام مثلا أو أحدهما، نعم. ويريد أن يحملوك على مخالفة ما أمرك الله به. لاحظ كيف أن الشريعة لحكمتها والعليم الخبير قال لك والله لا تطعهم في الإشراك بالله، لا تطعهم في معصية الله، لا تطعهم فيما فيه مخالفة لدينك، لكن لا يحملك ذلك أن لا تبرهم. سبحان الله. لاحظت؟ تبرهما في الدنيا وصاحبهما في الدنيا معروفا. يا سلام. صاحبهم في الدنيا معروفا، لكن بين لهم إن هذا الأمر بالنسبة لي مخالف لديني، مخالف لعقيدتي، لا أفعله، ولكن أنتم على رأسي. يا سلام. يعني الصورة نفسها التي يجب أن تقدمها ما صورة المتمرد على قراراتهم، لا، تبين لهم أنك انحست إلى الله. أي نعم. إنه أنا لا أخالف أمر الله، هذا ديني وهذه عقيدتي وهذا ما أمرت به، لكن فيما دون ذلك أنتم على الرأس والسعر. لاحظت؟ حتى وهم على غير إيه؟ على غير دينك. ثم أمرك أن تشكرهما وتشكر الله وتشكرهما، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. شوف سبحان الله أيضا كيف نعلم الطفل قيمة الشكر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من لا يشكر الناس لا يشكر الله. نعم. وفي حديث أيضا من لا يشكر الناس لا يشكر الله، على كل واردة بكلا الصيغتين. لما تعلم الطفل إنه والله أنت محتاج يا ولدي يا غلام أن تشكر الله الذي أحسن إليك. نعم. لا أحد أحسن إلينا مثل الخالق جل جلاله، أحسن إلينا في الخلق، أحسن إلينا في الإعداد، أحسن إلينا في الإمداد، أحسن إلينا في الرعاية، أحسن إلينا في الحفظ. فالله عز وجل يقوم بكل هذه القضايا دون أن يطلبنا شيء. يعني ما طالبنا مقابل ذلك إنه والله يا أخي أريد مالا أو أريد، لا، الله سبحانه الغني الحميد، أن اشكر لي ولوالديك. يعني قيمة الشكر كذلك قيمة أساسية، أنك والله من أحسن إليك تشكره. الذي يشكر الله فهو أيضا سيشكر إيه؟ سيشكر من أحسن إليه، لأنك تتعلم هذه القيمة من أنك علاقتك مع الله الذي خلقك والذي أوجدك والذي أمدك تشكره جل جلاله. نعم. باستمرار لسانك يلهج بذكره وبشكره. يا سلام. وبنفس الوقت أيضا هذين الوالدين الذين أحسنوا إليك كما وقل رب ارحمهما كما ربياني إيه؟ كما ربياني صغيرة، سورة الإسراء. فأنت تشكر الوالدين أيضا لأنهما أسديا إليك معروفا وكانا سبب وجودك في الحياة. سبب وجودك في الحياة كانوا إيه؟ هم. ثم أيضا كانوا سبب العناية والتربية وكل فترة الطفولة أنت معتمد على الله ثم عليهم. اشكرهما. يترتب على قيمة الشكر للوالدين وقيمة الشكر لله تبارك وتعالى أن تكون قيمة الشكر حاضرة عندك في كل من أحسن إليك. يا سلام. كل من أحسن إليك ما استطعت أن تكافئه بالكلمة الطيبة. يا سلام. ادعو الله له في ظهر الغيب وهكذا. فهذه صراحة يعني لو وقف فيها الآباء والأمهات آية حتى يدركوا قيمة هذا الأمر الذي يتكلم الله تبارك وتعالى فيه حاكيا على لسان لقمان، هي تربية قرآنية تضع الأولويات في مكانها، تضع التربية في سياقها، فحقوق الله مقدمة على حقوق الخلق، وحقوق الخلق نفسها تتفاوت، حقوق الوالدين تتقدم على بقية الحقوق. وهذه الطفل عندما يتربى عليها ينشأ وهو سوي متوازن ما بين حقوق الله تبارك وتعالى وما بين حقوق الخلق. وفي نفس الوقت أيضا يتربى في الكليات، إنه والله إذا كانت في حق لله تبارك وتعالى مفروض، وفي حق آخر أو في أمر آخر مستحب. كيف تجعل التراتبية إنه والله ما كان مفروضا يقدم على ما ليس مفروض وهكذا. فهذه أيضا من الآيات حقيقة التي يجب فعلا الوقوف عندها والالتفات إليها، ونتوازن ما بين طاعة الله تبارك وتعالى وبر الوالدين، وخاصة عندما يطلب أمرا ليس مشروعا. نعم. يعني مثل بعض الناس مثلا يقول لك لا أريدك أن تصلي، لا مثلا لا تطيعه في ذلك. لا يريد شخص مثلا بنته أن تلبس الزي الشرعي، يقول لك ما تلبسي. لا بد أن تكون النقطة فاصلة، أن والله هذا ليس إليك. يعني في قضايا الله ما أحالها للوالدين، أحالها إلي، إنه أنا الذي أقرر في هذا الأمر. فقضايا الحقوق كلها تقريبا قضايا الحقوق الله ما تركها للناس،
ولا تركها للحكومات عشان نقول والله الحكومات تقرر إيه الحقوق، لا، الحقوق كلها منه. سبحان الله. يقص الحق وهو خير الفاصلين. فهذه المقصوصة الحقوق وتفصيلها، حقوق الناس، حقوق الله، حقوق الوالدين، حقوق الأبناء، حقوق الأزواج، هذه كل المقصوصة هذه لا تأخذها من أي مكون في الأرض أو أي قانون أرضي، إنما تأخذها من الكتاب العزيز وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيكم. جميل يعني أن نغرس الشكر والتعود عليه، أن نشكر لي ولوالديك من الآباء للأبناء فيما يقدم لهم. نعم. حتى مع الناس كلمة الشكر هذه جميلة وتطيب وترتاح لها النفوس. نعم. فنعلم الأبناء يعني عندما يقدم لهم من معلميهم في الشارع في أي موطن شيء ليقول شكرا، فهذا يعني من الآداب والأخلاق الجميلة الحميدة. ننتقل بعد هذا إلى المحور الثاني، وهو محور التعبد والتربية على التعبد وأثره كذلك في هذه التربية وهذه التنشئة. والله عز وجل يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. أهمية الصلاة والتنشئة عليها والتربية عليها لا شك أنه من يعني أعمدة التربية التي تنتج لنا أبناء صالحين على الهدي وعلى الصلاح. لنتناول هذا إن شاء الله بما هذه الآية تدل عليه وما يناسبها. جزاكم الله خير. الله يجزيك الخير. طبعا موضوع العبادات يأتي مباشرة بعد الموضوع الأول، وهو موضوع الإيمان. نعم. موضوع العقيدة إن صح التعبير. وخلينا نقول بشكل عام أي رسالة تتضمن قضايا الإيمان وتتضمن قضايا ما نسميه بالسردية الكونية، اللي هو حديث عن الكون وخلق الكون وبدءة الكون وكذا، ثم قضية العبادات، ثم قضية الأحكام الشرعية في المعاملات، وقضايا الإخلاق. يعني هذه تقريب أي دين أو أي رسالة إلا وجاءت بذلك. هنا نلاحظ بعد أن تعلم الإنسان توحيد الله تبارك وتعالى وصحت عقيدته وصحت إيمانه، صحت علاقته مع الله من خلال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، بعد ذلك تدخل في العلاقة التعبدية مع الله. نعم. علاقة التعبدية مع الله تبارك وتعالى. وأعظم هذه العلاقة بعد التوحيد هو إيجاد صلة مستمرة مع الله لا تنقطع، اللي هي الصلاة. والصلاة هنا تأتي بهذا المعنى، أساسها التزام، هي أساسها الالتزام تجاه الله تبارك وتعالى الدائم وليس المنقطع، الذين هم على صلاتهم يحافظون وعلى صلاة دائمون. لاحظ المحافظة والدوام. فأول ما يبدأ به الطفل ويربى عليه هو أن تعلمه بعد توحيد الله، بعد التصورات الكلية التي تحدثنا عنها، تعلمه أول حق وهو أن يقيم الإنسان علاقته مع الله بالصلاة. وأمر أهلك، والأهل هنا يدخل فيه الزوجة ويدخل فيه الأولاد. نعم. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ما قال لي واصبر، لاحظ الاصطبار أعلى درجة من الصبر. يا سلام. معنى زايد، معنى زيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى. ما قال له اصبر، قال له اصطبر. لاحظت؟ فهذه فيها مجاهدة. يعني كأنما إنه يا محمد يا مربي يا ولي الأمر، أنت جاهد نفسك في الصلاة وجاهد أولادك أيضا في الصلاة وجاهد زوجك في الصلاة. يعني هذه عملية مجاهدة مستمرة. وهذه سبحان الله نلاحظها في زماننا هذا، تجد دائما في إشكال في إيه؟ في موضوع الصلاة في المسجد. يعني بعضهم يحاول يصلي ولكن يحرص أنه والله صلاته تكون مثلا في البيت. لا، أنت حاول ربيهم الاصطبار، يعني أنه والله تحملهم على الصلاة في المواطن التي ينادى لها. يذهب إلى الصلاة في المساجد ويذهب إليها في أوقات قد تكون صعبة، أوقات قد تكون فيها صعوبة على النفس، لكن الاصطبار يعني أنك والله تذهب. وهذا هنا إذا كانت الآية هذه تأمر يعني تأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه هو وأهله مأمورين بالصلاة. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وصف الله بها أيضا إسماعيل عليه السلام وهو جد النبي عليه الصلاة والسلام. كان يأمر أهله بالصلاة، وكان يأمر أهله بالصلاة، اللي هو آية إسماعيل عليه السلام في سورة طه، في سورة طه أيضا. المهم كانت السورة تثبت للنبي صلى الله لإسماعيل عليه السلام أنه كان يأمر أهله بالصلاة. هذه الاستشهاد أنه كان يأمر أهله بالصلاة. وفي نفس الوقت لا نسألك رزقا. لاحظ ما بين لا نسألك رزقا وعلاقته بالعبادة.
إيش يعني كأنما الله تبارك وتعالى يقول لك والله موضوع الرزق مضمون، أن تقوم بما يجب عليك. نعم. إذا قمت بما يجب عليك الرزق مضمون. هذه واحدة. المعنى الثاني، كثيرا ما ننشغل في أبنائنا بالأكل والشرب ونغفل عن جانب الصلاة والعلاقة مع الله. فالله بيقول لك يا أخي أنت اللي جاري من الصباح إلى المساء في رزقهم أو في السعي لهم أن تكسب لهم مال يأكلوا ويشربوا ويسكنوا، لا، هذا المعنى يلتفت إلى معنى آخر، وهو إنه هذه الأرزاق مني. يعني الله يقول لك هي مني، قد أحجبها عنك بالمعاصي، قد أحجبها عنك بالمعاصي. وأيضا هؤلاء الأولاد إذا لم تكن مصحوبة السعي لهم في الأرزاق المضمونة، لم يكن مصحوبا بتربيتهم على الإيمان وعلى الصلاة، فببساطة يمكن أن يكون هذا مدخل إلى النار والعياذ بالله. كأنما يقول لك والله أنت ربيتهم وسمنتهم وأكلتهم وشربتهم، لكن ليس إلى الله ولا إلى جنته، إنما كان إلى شيء آخر. فالله يحذر ويقول، ولذلك الآية في سورة التحريم يعني قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. إذا أنت لابد أن تدرك بأن والله القصة مش أكل وشراب. الأكل والشراب يجب أن يرتبط بمعنى أخروي، مرتبط بالعلاقة مع الله. كان يأمر أهله وكان يأمر أهله بالصلاة، أيوة، وكان يأمر أهله، أيوة، كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. أحسنت. كان هذه اللي كيف إنه وصف الله تبارك وتعالى يعني بها إسماعيل، نعم. وأمر الله بها رسوله، والمعنى واحد. نعم. لا نسألك رزق، هذه مسألة مهمة، لا نسألك رزق. موضوع الأرزاق مضمون وسيأتيك الله أرزاقك، ولكن قد يحرم الله تبارك وتعالى الناس اللقمة من الرزق بمعصية عصوها أو بجرم ارتكبوه. وانت حديث اللي هو 5 إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أيضا سبحان الله من الأحاديث التي يبين لك كيف ترتبط الأوامر الإلهية الشرعية بعقوباتها الكونية أو بمنحها الكونية. يعني الطاعة توجب طاعة وتوجب هبات من الطاعة من الهبات العطائية، والمعصية توجب أيضا توجب سيئة. ولذلك دائما نحن نقول اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. فالسيئات هي عوائد الذنوب والعياذ بالله. يعني عصى الله فجاءته عقوبة، مثل من أطاع الله فجاءته أيضا هبة من الله تبارك. يعني مثلا الذين اهتدوا زادهم هدى، طيب والذين ضلوا نفس القاعدة واحدة. ولذلك هنا نلاحظ بأن العبادة تأتي مباشرة بعد تعلم توحيد الله تبارك وتعالى، وحددت بشكل واضح هنا العلاقة مع الله تبارك وتعالى، وأن تكون متصلة وأن تكون دائمة. وهنا معنى الصلة سبحان الله لمن يتدبرون القرآن يلاحظون هذا المعنى. يعني تجد أن الآيات المكية في الرسم العثماني، الآيات القرآنية تجد في الرسم العثماني الصلاة التي تعني الصلة وتعني التوحيد وتعني إقامة العلاقة مع الله مكتوبة بالألف، وما مسبوقة بأقيموا، ما مسبوق. بينما الصلاة الحركية هذه الصلاة التي نقوم بها في حركاتنا تجدها مكتوبة على الواو، وأقيموا الصلاة، أي وأقيموا تلقاها مكتوبة على الواو وعليها ألف. لاحظت؟ هنا بمعنى الأصل الذي تتفرع عنه الصلاة هو توحيد الله تبارك وتعالى، وجود صلة بينك وبين الله. وإذا قطعت هذه الصلة مباشرة القرآن في لسانه، لسان القرآن اللي لغة القرآن يسميك مجرم. يعني لن تسمى مجرم إلا إذا قطعت العلاقة مع الله وقطعت العلاقة مع خلقه، هنا يسميك مجرم. ولذلك الإجرام في الاصطلاح القرآني أعلى درجات القطيعة مع الله ومع خلقه. ويسمى المجرم في المجتمع مجرم حتى جنائيا لما يقع في مخالفة تجعل بينه وبين المجتمع قطيعة. لاحظت؟ تجعل بينه وبين المجتمع قطيعة. فهذه أيضا من الأشياء المهمة جدا لا بد من الالتفات إليها. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. حقيقة موضوع العناية من الوالدين بموضوع يعني الصلاة والاستمرار عليها حقيقة موضوع يعني هام شديد، ودائما وأبدا يعني معنى الاستمرار هذا أيضا هو متواصل. بعض الآباء أحيانا قد يأتيه يعني
ملل، وربما يعني يقول خلاص هذا يعني بلغ، وبالتالي يعني عليه يعني مسؤوليته من هذا المفاهيم. نعم. أظن لو نبهنا إلى هذا، وأنه حقيقة حتى الأئمة يعني نذكر في سيرهم مثل الإمام أحمد، فيما أظن أنه يعني كانت تيقظه أمه في شدة البرد، وحتى تسخن له الماء إعانة له، يعني حتى يعني يتهيأ ويتشجع أيضا للإقدام. يعني فهذا الأمر يعني حقيقة الوالدين الاستمرارية في هذا الجانب. أيضا جانب آخر، جانب شرعي ربما يلتبس على بعض الآباء، يعني هو يهمه أن يحضر الصف الأول ولا يتأخر، ويترك هؤلاء. ربما يقول ما أتأخر أنا عن هذا الجانب، فيقع في نوع من ربما سوء فهم. لو بينتم لنا في هذا بارك الله فيكم. نعم، على كل في موضوع الاجتهاد، اجتهاد حقيقة لا يقف على حالة واحدة. يعني كما أن الأم تهتم بالأكل والشراب، وتلقى من الصباح وخاصة في رمضان حتى يفطروا فطورا ما شاء الله، لكن بنفس القدر يجب أن تهتم بصلاتهم. نعم. تراقبهم، تتابعهم، تخبر والدهم هل صلوا في المسجد لم يصلوا في المسجد، بالذات المرحلة التربوية إلى أن ينشأ على ويتعود عليها ويذهب إليها وهو مشتاق. نعم. وهنا طبعا التوحيد يورثك مسألة، زي ما يقول واحد من مشايخنا، يورثك مسألة التدين التلقائي. نعم. يعني أنت ما لأنه والله يطلب منك الوالد فتقوم، وما لأن الوالد والله هو الذي حاضر فأنت تصلي إذا هو حاضر، ما تذهب إلى المسجد إذا هو لا. يجب أن تغرس فيهم معنى الرقابة. ولذلك الآيات سبحان الله، آيات لقمان فيها معنى الرقابة. نعم. اللي هو فيها المعنى بتاعت الرقابة، اللي يقول فيه مثلا يا بني إنها إن تكن مثقال ذرة فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. لاحظ إيش علاقته في إنه هذا يضعها في هذا المكان، إنه قضية التوحيد وقضية الصلاة وكذا تحتاج إلى مسألة مهمة جدا، أن تتصور الله على أحسن التصورات، أنه لا تخفى عليه خافية، أن كل ما تفعله من صغيرة أو كبيرة الله مطلع عليها، الله عليم بها. فصفة العلم لله تورث هذا الطفل إنه والله كل حركاته مراقبة من الله قبل أن تراقب من الوالدين. لا بد أن نغرس في هذا المعنى. فعندما يذهب، كما كان واحد من المشايخ يقول نريد تدينا ديناميكيا لا ميكانيكيا. التدين الميكانيكي هو يذهب إلى الصلاة هو زهجان وزعلان زي ما يقولوا كده، ويركع كده ركعات ميكانيكيا. لكن الديناميكية هي أنه يتفاعل الداخل مع الجسد الخارجي. فلا بد أنه والله نحن مطالبين بأنه أبناءنا نربيهم على هذه الحالة بشكل دائم ومستمر. بارك الله فيكم. والحديث حقيقة شيق ويطول، لكن ننتقل إلى محور القدوة الحسنة والأخلاق والسلوك. وفي نفس الجانب أيضا تحذير من الصحبة السيئة. ربنا عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قضية الأسوة وقضية القدوة في الوالدين كيف تكون حتى بإذن الله هذه تكون دافعة، يعني شيء عملي ينظره دائما في الخير يجده فيتأسى به. هذا الجانب أيضا التأكيد عليه في التربية يعني القرآنية الروحية للأبناء من الأهمية بمكان لعلنا نتناوله. بارك الله فيكم. طبعا التربية في موضوع الصحبة يعني كأنما الشريعة تذهب بك إلى خارج البيت، لأن الإنسان كما يقولون ابن بيئته. واحد من المربين كان يقول لنا أنا لا أهتم كثيرا إنه أنا أسوق أبنائي بشكل مستمر، ولكن أوفر لهم البيئة التي تجعلهم دائما في حالة جيدة. فيقول أنا أفكر في أصحابهم، أفكر في الأصحاب قبل أن أفكر في إنه والله أنا أكون دائما. لأنه قال يعني أحيانا يكون الولد مع أصحابه أكثر ما يكون مع الوالد. قد يكون الوالد والله يقابله يوم أو يقابله ساعة أو ساعتين وبعد ذلك كل واحد يمشي إلى النوم، بينما الأصحاب معه مستمرين. فقضية الصحبة ركزت عليها الشريعة بشكل كبير. في كثير من آيات القرآن تتكلم عن الصحبة الصالحة وتتكلم عن الصحبة السيئة، وتبين لك مخاطر هذه وتبين لك إيجابيات هذه. ولذلك تلاحظ مثل الله تبارك وتعالى في سورة الفرقان ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فهذه يعني من الآيات المهمة جدا في قضية
ربط الأبناء بالصحبة الصالحة، وعلى الولد أن يختار أصحابه، أن يكونوا من أهل الدين، أن يكونوا من أهل الأخلاق الطيبة، أن يكونوا من رواد المساجد، أن يكونوا ما يأتمرون فيما بينهم بالمعروف، يتناهون عن المنكر. لأن بعض الأصحاب يسحبك سحبا، صحيح. كما يقول مقولة تقول الصاحب ساحب، مش كده؟ نعم. الصاحب ساحب. صحيح. في نفس الوقت أيضا القرآن يذكر لنا مصير هذا الوضع يوم القيامة، يقول ليتني لم أتخذ فلان خليلا. ورأينا قصة أيضا ذاك الرجل الذي اطلع فرأى صاحبه في سواء، اطلع فرآه في سواء الجحيم، مش كده؟ نعم. فقال تالله إن كدت لتردين، يعني أن بصحبتك كادت أن تؤدي بي إلى النار والعياذ بالله. هذه كل المعاني هذه وبحثها في كتاب الله وربط الأطفال بها، هذه أيضا من الأشياء المهمة، وهي تدخل في قضية البيئة وتهيئة البيئة. كما أنك والله تختار له المدرسة، كثير من الناس الآن بينظر إلى المدرسة التي يقول لك والله سمعتها تمام أكاديميا، لكن هل نركز سمعتها تمام أخلاقيا؟ هل هذه المدرسة المعلمين الأساتذة التيم الذي يدرس أبنائك هل والله هم ممن يثيرون فيهم الشكوك في الإيمان أم ممن يعززون فيهم الإيمان؟ هذه مسألة مهمة كثير منها، وهذه تدخل في البيئة عموما، لأن البيئة سبحان الله البيت بيئة، والشارع بيئة اللي هو الأصحاب، والمدرسة بيئة، والنادي الذي ينتسب إليه بيئة، والفريق الرياضي الذي هو يتعامل معه بيئة. هذه كلها بيئات، فلا بد الإنسان أن يعمل على تحسين البيئة التي تكون بيئة صالحة للتربية، بيئة صالحة للإعانة. وطبعا نحن نقول هذا يا إخوان لأنه الإنسان محصور في مدته الزمنية، يعني أنت عندك زمن محدود في هذه الحياة، هذا الزمن تملأه بطاعة الله أم تملأه بمعصية الله؟ فإن ملأته بطاعة الله تبارك وتعالى كنت من الفائزين، وإن ملأته بمعصية الله كنت من الخاسرين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه الآية كافية جدا أيضا لأن تربي فيها الابن في أنه والله كيف يكون في نفسه صالح وفي غيره أيضا مصلح داعي إلى الحق الذي أنزله الله تبارك وتعالى. بارك الله فيكم. حقيقة يعني الحديث شيق ويطول، لكن يبقى أنه نؤكد على أنه موضوع الصحبة من الأهمية بمكان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل الجليس الصالح وجليس السوء كمثل بائع المسك ونافق الكير. فيعني هذا هو المثال الحي. الإنسان يعني حقيقة يجد من صاحب البائع المسك يعني الريحة الطيبة، ويمكن يشتري منه أو إلى آخره، فهو كله طيب وما يأتي منه إلا طيب. ولهذا من الأهمية بمكان أن نكون كآباء وكمربين نلحظ الجلساء ونلحظ كما تفضل الشيخ الأصحاب، وحقيقة نحث دائما على أنه يقترن الأبناء والبنات برفقاء خير ورفقاء يساعدون على الخير وعلى يعني الصلاح. وإلا إذا حقيقة إذا أنت تصلح كما قال الشاعر متى يبلغ البنيان تمام إذا أنت تبني وغيرك يهدم. فالإنسان يعني لابد يسعى جهده على أنه لا يكون هنالك ما يخرم هذه التربية وما يشتت المجهود التربوي الإيماني بمجهود آخر مع شدة حقيقة الدواخل الموجودة في واقعنا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون وفقنا في هذا اللقاء لتناول هذه التربية من جوانبها العقدية ومن جانبها التعبدية ومن جانبها كذلك يعني الصحبة وغيرها. ونحن في يعني ختام يعني هذه الأيام الفاضلة نؤكد على هذه التربية الإيمانية، التربية يعني القرآنية لبيوتنا حتى نسعد بإذن الله تعالى، سائلين الله في هذه الأيام المباركة أن نكون مجتهدين في بيوتنا نعيش مع أبنائنا ومع من حولنا يعني روح إيمانية، روح تربوية، روح تقرب إلى الله عز وجل وتتبدل بها الصفحات بطاعات. وإن شاء الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نسأل الله أن يجعل علينا حلول هذه الأيام المباركة بالخير وبالمغفرة وبالاجتهاد فيها إن شاء الله لحصول مزيد من الأجر والثواب حتى نخرج بإذن الله إلى الأعياد ونفوسنا قد طابت وتتحقق لنا الفرحة التي النبي صلى الله عليه وسلم قال للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربي. أسأل الله أن نلتقيكم في لقاء قادم ونحن على خير وعافية.
وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب.